عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مهيب عبد الهادي هاجم خالد غندور بشدة، مش خالد غندور بس، خالد غندور وكل الرموز الزملكاوية اللي هي قالت إن ضربة جزاء اتحاد العاصمة مش صحيحة. وهنسمع بنفسنا الفيديو وهنشوف مهيب عمل إيه. هنشوف الأول خالد غندور قال إيه، وبعدين نشوف رد مهيب عبد الهادي عليه كان إيه. نسمع الفيديو. طب طب انت احسبها. شايفها ضربه جزاء ولا لا؟ يعني تتحسب ولا ما تتحسبش؟ وجهه تتحسب يا نظرك كابتن. ليه بقى شايفها ليه؟ ركبه حسام عبد المجيد مش ايديه. سنه اللي على الركبه بنالتي. متهيألي بصراحه انت راجل سيرد باك تمام. 100 واحد طلع بالركبه وبالايد وبيخشوا ببعض بتحصل يا ويعملوا كابتن، كده بتحصل، ويعمل بس كده، هي ما بتحصلش هو ضربه جزاء قبل الكتاب طبيعي. فاهم قصدي؟ هو لو ليا انا في الزمالك انا هقول بنالتي في مصر وفي وسط الجمهور والضغطه بتتحسب يا كابتن. صدقني ما كانتش ماشي. هتتحسب يا كابتن. يعني ده معناه ايه؟ ان بنسبة الكوره كبيرة مش يعني. يقينيه، ما فيش كلام خالد غندور، نسمع رد مهيب عبد الهادي عليه. اعمل ايه عشان بحب نادي الزمالك؟ ابقى صريح، ابقى واضح. مش لازم يا جماعه اللي بيحب الزمالك يبقى مركز ازاي ياخد كريدت واللقطه. يعني ازاي انا انا بحب الزمالك اخد اللقطه، الجول مش جون، ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، انا كده بموت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك، انا بحب نادي الزمالك. ايه ده؟ ايه ده؟ وللاسف في جماهير بتنساق على الكلام ده. ايه ده؟ انت بتحب نادي الزمالك ولا عايز تاخد اللقطه من نادي الزمالك؟ عايز تاخد رصيد مزيف من الجماهير عشان خاطر ان انت حامل حمى؟ ما هي دي المشكله. دي مشكله الانديه الشعبيه دلوقتي، ان ناس بيطلعوا اول امبارح واول امبارح وما تعرف لهمش اسم ولا تعرف لهم تاريخ ولا تعرف لهم هم مين ولا جايين منين، يقول لك نادي الزمالك ويقعد تلاقي العروق كده. وكل ده تمثيل واونطه، واحنا فاهمين كل حاجه. كل ده تمثيل، عايز بقى رصيد وعايز سوشيال وعايز. فاللي بيحب نادي الزمالك يقول الحقيقه. ايه هي الحقيقه؟ ان نادي الزمالك لعب مباراه جيده ومباراه كويسه ويعوض ان شاء الله. انما اقول حكم ضربه جزاء ما اعرفش ايه ده كلام، لا. الزمالك لم يظلم في هذه المباراه، حاجات عاديه يعني لا ترتقي. كوره ما تظلمش نادي الزمالك. يعني انا مدافع طالع بركبته ليه؟ ما انا ممكن اعمل الجامب عادي، ليه الركبه؟ يعني حاجات تتحسب مش ما تتحسبش، في فرق. حاجات تتحسب وفي فرق حاجات ما تتحسبش. طيب، وده كان كلام مهيب عبد الهادي. صراحة عجبني كلامه أوي. مهيب عبد الهادي هاجم خالد غندور عشان خالد غندور قال إن ضربة الجزاء اتحاد العاصمة مش ضربة جزاء صحيحة بطريقة فظيعة، يعني باينة زي الشمس. يعني مش عارف ازاي خالد غندور والرموز الزملكاوية التانيين بيقولوا إن هي مش ضربة جزاء. احنا بصراحة عايشين في حقبة، يعني في ناس زملكاوية كتير محترمين كتير بصراحة، زي حماد عبد اللطيف وحسن شحاتة وناس كتير صراحة يعني. لكن في مجموعة زملكاوية يعني حاجة صعبة، ما بيعترفوش بالحق خالص خالص. تبقى الحاجة واضحة زي الشمس قدام عينيهم وهم عايزين يعيشوا جو المظلومية والمؤامرة الكونية ويقول لك الحكم ظلمنا بس. وده كان الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.